بشكل غير مباشر وبشكل مباشر وبشكل واعي وبشكل لا واعي، بقى في ايدك كل حاجة غلط. التليفون قرب لينا كل حاجة غلط. كل حاجة دلوقتي بقت آه، سهل جدا انت بتكتين تخش عليها. فانك تواجه التكتين بقى بتوع نفسك اللي هم عايزين يدوسوهم دول، ده جهاد النفس دلوقتي. فده بالنسبة للجيل بتاعنا جهاد النفس، ان احنا نواجه الحاجات السهلة ان احنا نوصل لها دلوقتي. تبقى رقيب على نفسك. بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم بل الإنسان على نفسه بصيرة. انت لازم تكون رقيب على نفسك وبصير على نفسك، انت بتعمل ايه وتفكر ازاي، وتكون مركز قوي على الحاجات اللي انت بتدخلها دماغك. بالظبط يعني. مش هقولك الحاجات اللي انت بس بتعملها، لا، مجرد بس الحاجات اللي انت بتدخلها دماغك. انت بتتابع ايه، بتتفرج على ايه، بتتكلم مع مين، بتقعد مع مين، كل دي مدخلات بتخش دماغك وقلبك تلقائي، بتنعكس بعد كده بتطلع. بتبقى سلوك بقى مرة واحدة، هتتحول لسلوك بشكل انت مش واخد بالك منه اصلا. هتلاقي مرة واحدة بقيت انت بتعمل نفس الاكشن اللي انت كنت بتستنكره اصلا.